واحنا معايا زي ما انا بحلم لو المنطقه كلها بقت بالشكل ده. بنقول ايه تاثيرها على المجتمع؟ ايه تاثيرها على البيئه في المنطقه العشوائيه اللي هي بتعاني من حاجات من بلاوي كتير، وايه تاثيرها على الفرد؟ حلم بنحلمه لو احنا اتكلمنا على دوله. انا شفت صوره على النت موجوده في مدينه نيويورك، عاملين سكوب صغير كده ودهنينه، وبيقولوا نفس الثلاث كلمات اللي انا واخدها منهم، مش هم اللي واخدينها مني، بس هو ده صناعي، انا بتكلم على الطبيعي. او ده موجود في منطقه عشوائيه. تصور لو المساحه بعد الزباله دي كلها اتشالت واصبحت خضره، المنظر هيبقى مختلف، والبيئه هتبقى مختلف، وطبيعه البني ادم اللي هو بيبقى شرس جدا في المناطق العشوائيه نتيجه الخنقه اكيد هتتغير. هم هنا ده على نقاط طبيه وعضويه. دي الباب الشعريه اللي عباره عن جمعيه اهليه ما عندهاش سطح بس عندها مرندم. زرعت السطح ومن ساعه 2001 لغايه وقتنا شغال لوحده. تمام؟ الاخر حاجه عرفتها ان هو بيبيع الملوخيه ب2.5 وتحت بتتباع 56,000 والناس بتسيبها وتروح تاخد ب2.5 لان حاسس بطعمها مختلف ونضيف. فدي لوحدها يعني. وبيجي لي ناس اللي بيخليني عارف ان هو شغال انه بيبعت لي ناس كتير. دي الست بتاعت الشغل اللي انا بتكلم عليها. تمام؟ وبنتها ديت عملت حركه ظريفه جدا. لقيت في مره بتتصل بيها ومعاها تقول لي يا دكتور شوف الكوسه شكلها ايه؟ مش عارف تاخد ولا كوسايه من السطح. انا فهمت ان في مشكله. فطلعت ان البنت لما تطلع تجمع الفراوله بتلاقي الكوسه وهي صغيره تاكلها لان طعمها حلو، بتاكلها وهي صغيره. وده ما اقدرش اجيب لها مدير عشان اخلص منها. قلت لها طب دي حاجه تفرح مش تزعل، قالت لي بس انا عايز الكوسه. يعني مسؤوليتي انا ان انا اخلي بنتها ما تاخدش كمان الكوسه اللي موجوده. دي خط اللبن. الراجل اساسا بتاع مشاكل، فعجبته الفكره في عمل صوبه خشب خفيفه وعمل فيها نباتات زينه، لانه بيطلع دورتين بدل دوره عشان مجموع الخضر بتاع النباتات الزينه بيكبر بسرعه وبالتالي ياخد الحجم اللي هو عايزه في اسرع وقت. فابتدى يطلع ده كمان في المشتل بتاعه. دي في منطقه المقطع، منطقه صغيره دي على الارض مش على السطح. لما ترابيزات بجمعيه اهليه وابتدوا يزرعوا بالحجز، انا عايز كذا، اول ما بيطلع بيبعتوا له ايه يشتروه. الدش ودي كانت مشكله كبيره جدا، مين يكسب على السطح؟ الدش ولا الزراعه؟ انتوا قولوا مين يكسب؟ هو بيقول كده يبقى تمام. ولكن لما احنا زرعنا العماره دي كان عمرها 12 او كانت بعد 12 دول، لما قامت العاصفه الرمليه الدش عمل زي مصاب ريح، فحمل نباتات منها بتتقطع وقلل عمليه البحث، فاصبح الدش صديق. ما هو مش هتلاقي دش بالكثافه دي اكتر من كده زي الاشجار الوسطى بالظبط. فاصبح الدش صديق لينا ما بقناش نخاف منه. ما من الاول كنا نطلع في دش، الحاجه الوحيده اللي بنخاف منها وقرب منها المحمول. شكل محمول دي ما تزرعش مع حيطه خالص. هنبتدي نخش على الليفل الاعلى بقى من المناطق العشوائيه. ده في مدينه نصر عملنا البرجوله دي نباتات الزينه وقاعده، وده جزء انتاجي وده شكل السطح. وبالتالي اقدر ان انا البي رغبه ده ان انا عايز اعمل روف جاردن واطلع بولادي، لان احنا عندنا مشكله ان احنا مخنوقين، ما عندناش اماكن نقدر نتفسح فيها. تقول لك اخد عيالي واطلع نقعد على السطح ورواق. انا جالي واحد سنه كبير في السن وجه قال لي انا عايزك تزرع لي السطح عشان انا كان عندي فيلا في الهرم وللاسف العمارات طلعت فكشفت الفيلا، فهو عنده عماره في منطقه ثانيه، قال لي عشان اقعد في وسط احفادي عشان يطلع يقعد معاهم فري. واحد تاني موجودين وقاعد موجوده في مصر جاب شركه سويسري عملت له عزل ل 100 متر على السطح بتاعه عشان يملاها طمي عشان يزرع نجيله. مش عايز اقول لكم سنه 85 سنه بس بسم الله ما شاء الله صحته حلوه. قال لي عشان انام في الشمس دفع كل هذه التكاليف عشان يقعد بس على النجيله على السطح. دي نوعيه ناس موجوده. قلت له لو انت كنت جيت كنا عملنا لك الموضوع ده بدون عزل في حاجه. ده هنا واحد كان في المعادي عمل البرجوله ديت عشان يخفض درجه الحراره. خفضته درجه الحراره درجتين. لما زرعنا خفضته 8 درجات مئويه. هو ما يهموش الزرع ولا يهمه حاجه، ولا يهمه درجه الحراره اللي موجوده في شقته. دي رقم من ضمن الرغبات بتاعت الناس. دي فيلا في الشيخ زايد، دي بقى كلها اوتوماتيك. دي صاحبها عملنا له الفيلا كلها مزروعه. كل اللي بيحصل ان البواب بيزود الميه تحته والسماد ويطلع يجمع المحصول. الميه بتروي اوتوماتيك وترجع اوتوماتيك للخزان بدون ما يعمل اي مجهود فيها. وده شكل الترابيزات الجانبيه. لما شلنا الفراوله وده شكل الطماطم زي ما احنا شايفين حجم المجموع الخضري وحجم الثمار الفراوله. دي العماره بتاعت 6 اكتوبر انا قلت لكم عليها. تمام؟ دي كلها بقت مزروعه وكلها حاجات وخامات نظيفه. مدارس دي مدرسه الرهبان العجوزه العدديه بنات، مدرسه حكومه
عملنا لهم البرجوله والجزء ده لان كان الوزير والمحافظ يجيلهم. لما رجحت عملنا الجزء الثاني، ويمكن هوريكم حاجه بعد كده بخصوص الهرمون دي بعد شويه. دي مدرسه فقر قريش اللي موجوده في الاستراد، ما عندهمش سلم السطح، وبالتالي خدنا لهم الخلفيه بتاع المدرسه وزرعناها نباتات زينه، وبياخدوا النباتات يحطوها في قصص ويبيعوها. دي مدرسه المعهد النسائيه، والحته دي كانت حته مزويه كده في المدرسه، وكانوا مسمينها الوكر، اللي عايز يخش يشرب فيها سجاير وحاجات ثانيه، وما يقدرش حتى مدير المدرسه يقرب منها. نظفت واتزرعت واتعمل لها باب حديد، واصبحت جزء منتج في المدرسه وبيجيبوا لها الزوار. هنا عندي 9 مواسير من البتاع كلها بتتزرع نباتات زينه بتتعمل وبتتباع مباشره. دي مدرسه العمريه في الفرج برضه ما عندهمش صفحه عملنا لهم دوت، وده شكل النباتات اللي بتطلع وتتباع في الاستكات وتتباع. ده مدرسه توزن برضه في الفرج. لو احنا خدنا الصور من بره عشان لو انا ماشي في الشارع وشفت صور مدرسه بالشكل ده هتصور المدرسه من جوه شكلها ايه؟ اكيد مدرسه نظيفه يعني كل انها من زوايا. ولو بصينا على السطح نفسه هنلاقي حاجات بسيطه، شويه كراسي قديمه ومواسير وعملوا السطح، ولكن بتدي ايحاء بالمنظر الجميل. الطلبه المميزه هم اللي بيتابعوا في نوع من انواع التكريم ليهم. استخدم اي جزء على السطح، حتى لازم ملتزم في الرياضات المائيه، يعني اللي يقدر يجي وهو رايح اسكندريه يتفرج هناك. هم عندهم الكوبري اللي هو بيمنعوا العربيات انها تخش عليه والناس بتمشي، تمام؟ النادي الرياضات المائيه تحت، فسطح المباني بتاع المكاتب بتاعتهم بيوازي الايه؟ الاسفلت، فاي واحد ماشي يقدر يشوف الايه؟ بتاع يعني هو ده الكوبري اهو، واي واحد ماشي مع السور النباتي دوت يشوف سطح. هم كانوا بيغطوا السطح البلاستيك عشان المطر والكلام ده كله، لما زرعنا ما بقاش فيه عندهم مشكله. زي ما احنا شايفين ادي الميه وادي الخضره وناقص ايه؟ واظن مفيش اكتر منه في الناس. فلما رحنا عشان نقول لهم نزرع لكم كل هنزرع نباتات زينه في المنتزه، الراجل قال لي نباتات زينه موجوده في كل حته، انا عايز حاجه مميزه. كل ما نروح نلاقي سياح وخصوصا بتوع جنوب شرق اسيا واقفين يتصوروا جنبنا. طبعا اللي زي ما احنا شايفين الخاص كبير ان الرطوبه بتحب المحصوله وكانت تحب الرطوبه، وبالتالي يبقى حجمها يمكن يوصل ضعف اللي موجود في القاهره. برضه بقى نخش الليفل اعلى، ما بنقول احنا بنلبي رغبات كل الناس، وواحد عايز يفضل مش عايز شغل الانتاج والكلام ده كله، تمام؟ ده ممكن تعمل بقى سطح بقى للايه؟ للتزيين وقعدات والكلام ده كله. برجولات مختلفه على حسب الاشكال. دي برجوله كلها عشر ومعشوق، ما فيهاش يعني تقدر تشيلها وتركبها انت بنفسك، ودي برضه من تصميمنا. ده في مركز البحوث الزراعيه عملنا لهم السطح ده كان عليه زباله، عملنا لهم قعدات، تمام؟ على اساس الموظفين بدل ما ياكلوا ويشربوا سجاير في المكاتب يطلع على السطح، وبقوا بيعملوا اجتماعات بتاعتهم بره كلها من خشب طبيعي وحاجات بسيطه. كان في رد فعل وسائل الاعلام اللي ساعدتنا جدا، ودي كان يعني من مساعده ربنا سبحانه وتعالى. اهرام اول دوره تدريبيه لانتاج الخضر والفواكه في المنازل. لاول مره انطلقوا اول مشروع جديدا لزراعه الخضروات والفواكه في المنازل. حتى النكت، حزب الورد او جريده الورد نزلت نكته فمكتوب منظمه الفوت اول مشروع لزراعه الخضروات والفواكه في المنازل، فجايب كوسه لمراته من على السطح قلت له احنا ناقصين كوسه، ما كفايه كوسه اللي ماليه البلد. يعني حتى السياسه دخلت في الموضوع، بس ده وصلنا لان احنا بقت حاجه ايشو موجود الناس بتقدر تتكلم عنه. ده دليل الاهرام، ما نعرفش صحيح لغايه دلوقتي، ولكن هو اللي رجع الناس قال لك لو ان احنا عندنا حوالي 33,000 مدرسه في الجمهوريه، لو خدنا 50 متر يبقى هيبقى عندنا 1,650,000 متر مربع يتزرعوا بدون تكلفه، وبالتالي احنا فكرنا في المدارس. تصور بقى المباني الحكوميه والحاجات الايه؟ زراعه اسطح المنازل بالذكاء والخضر، نظام بقى محكم تكنولوجيا بسيطه هي جديده في القاهره واسكندريه، اللي احنا التدريب الاول في القاهره واسكندريه. هنا طلع الصحفي لقى حاجات كتيره في الخضار فسماها سوق الخضار فوق السطوح، وقفه البيت تزرع وتبيع المحاصيل الخاليه من المبيدات. زراعات المحموله لما لقاها خفيفه نسبه للتليفون المحمول فسماها الزراعه المحموله عشان يرد على اسئله الدقن، وبيرد احنا مرينا حاجات كتير فاحنا ايه؟ هنا منظمه الفوق تزرع منازل القاهره. فواكه وخضروات وتوسط المنازل محاصيل نظيفه بارخص الاسعار. مدرسه الأورمان لما زرعت كسبت المركز الاول على مدرستي نظيفه جميله في المسابقه على محافظه الجيزه. فنزل الريبورتاج دوت مدرسه الأورمان حاجه تفرح، زرعوا السطح بالفاكهه وحولوه الى وحده منتجه. ده مؤتمر البيئه والامان الصحي جامعه المنصوره، كنت عملت محاضره هناك، فدعوه التوصيات دعوه لزراعه اسطح المنازل وانتاج علف بدون تربه. حدائق نظيفه على السطوح، خضر وفواكه غير مفروشه، هواء اكثر نقاء تحمي ساكني الادوار العليا من حراره الصيف. حدائق مثمره فوق اسطح المنازل. الخضروات تنافس الدش فوق السطوح، اسماك البول والبلط تسبح في البلكونات. دي مدرسه فرنساوي جينا عملوا البلطجه ما بعرفش فرنساوي، بس جه الراجل وراجل بيتكلم مع المصري يعني.
فعمل الروبورتال اللي خلاني اشتريت المجله، اللي لقيت واحد فرنساوي جايب المجله وجاي وعايز يطلع صفحه وعايش في القاهره، فاشتريتها لان كده بقى يعني حتى الكلمه لو قلتها بلغه اخرى ممكن تفيد بني ادم، وبالتالي قلت لازم ان انا اجيبها. دي مجله البيت دي بتدفع 20 جنيه، مجله الديكور، ده كان كونسيبت الديكور الحي مع الديكور الكلاسيك. تمام؟ دي مجله صباح الخير، جنه في سطوح بيتك. نختم المحاضره بالنقطه بتاعت صباح الخير هنا من 3 اجزاء. اللي زرع صفحه منها على شكل فلاح، فبيقول لي المذيع عملت اكتفاء ذاتي من الخضروات والطيور وبفكر في التصدير. ابن الجيران بيقول لبنت الجيران عشانك يا عم زرعت لك المنور ورد بلدي. واحد ومراته بيقول لها اصل جارنا كان طموح قوي وبيرسم انه يبقى وزير زراعه. واي اسئله؟ المنطقة الغربية ابتدوا وستح انك انت تيجي عندنا على الطبيعة، لان احنا عايزين ننفذ هذا الكلام على بص حضرتك في اي حته في الجمهوريه انا بتنقل تمام ما عنديش اي مشكله. رحت اسيوط، رحت الغردقه على فكره 3 مرات، يعني رحت بص حضرتك رحت الغردقه 3 مرات. فين يا باشا؟ رحت مجلس حضرتك هو 3 نقط بس. الاول موقف المؤسسات الرسميه والدوله من المشروع ده ومدى مساعدتها ليك وكده. الحاجه الثانيه، هل في ناس ثانيه زي حضرتك بيشتغلوا برضه في نفس الفكره، ولا حضرتك الوحيد في مصر اللي بتعمل النشاط او تدعمه يعني؟ الحاجة الثانية العائد الاقتصادي لحضرتك انت، يعني معلش برضه انا عايز اعرف ايه برضه لازم يبقى في دافع برضه ان انت تستمر في الموضوع ده. بس تمام. هناخد السؤال الثاني او السؤال الاولاني اللي هو بتاع المؤسسه الحكوميه. طبعا كلنا قلنا ان وزاره التربيه والتعليم هي اول وزاره استجابت، والكلام ده من حوالي من ايام الدكتور حسين كامل بهاء الدين عشان حفظا للحقوق. تمام. مستمره لغايه دلوقتي بالوزراء اللي اختاروا اللي غيروا مع بعض. ودي يمكن زي النتيجه بتاعتها ان احنا محافظ القاهره امر بزراعه 206 مدرسه في القاهره. ابتدينا ب 30 مدرسه فعلا في السنه دي، وكلها تمويل من المدارس.